طبعا كتير منكم بيحط الملابس تتغسل في الغساله عادي، لما بتيجي تطلعوا الملابس دي من الغساله بتلاقوا قطعه او قطعتين متوسخه بالشكل ده كده. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم ايه السبب اللي بيخلي الملابس تتوسخ بالشكل ده، ولو قطعه ملابس طلعت معاكم متوسخه بالشكل ده ازاي تعرفوا تنضفوها وترجعوها جديده من تاني. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكمل الفيديو مع بعض للاخر. طبعا في ناس كتير بتحط الملابس بتاعتها في الغساله والملابس دي بتكون نظيفه، بتيجي تطلعها من الغساله بتلاقيها متوسخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والسبب ده بيكون بسبب تراكم المساحيق اللي بتبقى موجوده في الغساله. والمشكله دي بتظهر اكتر في الغسالات الاوتوماتيك اللي بتكون فتحه الباب بتاعتها في الجنب، وبالاخص في الكاوتشه اللي بتكون في اول فتحه الباب، وده اكتر مكان بيعمل عفن بسبب تراكم الاتساخات والترسبات بتاعه المساحيق. وطبعا انا عملت فيديو كامل قبل كده ازاي ننظف الاماكن ديت وازاي نعمل دوره تنظيف للغساله. اما بقى في الفيديو ده هقول لكم لو طلعتوا الملابس من الغساله متوسخه بالشكل ده كده هقول لكم ازاي تعرفوا تنضفوها، لان المشكله دي حصلت مع ناس قبل كده كتير ما كانتش بتعرف تنضف الملابس دي. الموضوع بيكون سهل جدا، بنجيب اي حاجه عندنا فاضيه ونحط فيها ميه سخنه، وحاجه مهمه جدا لو كذا قطعه ملابس طلعناها بالشكل ده بنحاول نعمل كل قطعه لوحدها عشان مفيش الوان تجيب على الوان ملابس تانية. بعد كده بنجيب اريال بتاع الغسالات العاديه وبنفضي شويه على الميه دي. بعد كده بنحط عليهم معلقتين ملح، والملح افضل حاجه لترسبات المساحيق، عشان كده انا بنصح بيه في الملابس الغامقه ان احنا نستخدم الملح في مرحله الشطف، وده هيخلي الملابس تبقى الوانها زاهيه معاكم. بعد كده بنجيب كلوركس الوان وبنفضي عليهم شويه، وبعد كده بنروح جايين مقلبينهم في بعض كويس لحد ما كل حاجه تدوب في بعضيها. بعد كده بقى بنجيب قطعه الملابس اللي متوسخه معانا وبنبدا ان احنا نحطها في الميه، وبنحاول نخلي الميه تغطيها كلها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وطبعا الطريقه ديت هتنفع لاي انواع الملابس، سواء كانت بقى جينز، سواء كانت ملابس ملونه، سواء كانت ملابس بيضه. وبأكد تاني إن الطريقة ديت للملابس اللي متوسخة من الغسالة، مش للملابس اللي هي جايبة ألوان على بعضيها. دي لها فيديو وأنا عملته قبل كده. هنسيب بقى قطعة الملابس منقوعة في المية ديت لمدة 12 ساعة. بعد كده هنجيب بقى قطعة الملابس، هنيجي بقى نشوف البقعة اللي كانت موجودة فيها. بمجرد إن احنا ما بنجيب مكان البقعة ونفركه في بعض كده هتلاقي البقعة بتطلع معانا في ساعتها وبكل سهولة جدا. بعض اتساخات الملابس بتبقى ليها طريقة معينة عشان نقدر إن احنا ننضفها ونحافظ عليها في نفس الوقت، سواء كانت بقى الطريقة صعبة أو سهلة فدي بتكون الطريقة الوحيدة لتنظيفها. أما بقى بالنسبة للناس اللي بتقعد تقول أنا أجيب قطعة جديدة أسهل، أنا إيه عليا بالكلام ده كله، طبعا الناس كلها مش معاها إن هي تجيب ملابس جديدة، خصوصا إن الملابس بقت غالية. وطبعا غير كده كمان كل واحد فينا بيبقى عنده قطعة ملابس بتبقى عزيزة عليه شوية، ممكن تكون جايله هدية او ممكن يكون هو اصلا لسه شاري قطعة الملابس ديت ودافع فيها فلوس كتيرة جدا ويحصل معاه كده من اول غسلة. في الاول وفي الاخر انا بعمل اللي عليا وبحاول اوصل لك الطريقة او المعلومة. طبعا بعد ما بننضف قطعة الملابس بنحاول نشطفها الاول، ونحاول نفردها ونشوف الاول هل هي نضفت ولا لسه فيها اثر للبعد. لو لسه لها اثر بنشيك عليها، لو ملقاش اثر خلاص احنا ممكن نشطفها عادي او ممكن نحطها في الغسالة ونبدأ ان احنا نعمل لها دورة غسيل عادي جدا. وده شكل التيشيرت اهوت بعد الحمد لله ما نضيف معانا. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب انا وانت.